تعالوا نعمل مبخرة سهلة قوي وخاماتها بسيطة. اول حاجة ندهن الطبق اللي هنصب فيه بالفازلين او بالزيت. بعد كده جهزت خليط عبارة عن كوباية مية وكوباية ونص جبس، نقلبهم مع بعض كويس. وحبيت اعمل ترخيم في الخليط بس ما استخدمتش مركزات الوان اسود او بني كالعادة، استخدمت الذهبي ده اسمه ذهبي ايطالي، لونه قوي وحلو جدا عامل زي ورق الذهب. بعد ما حطيت كام نقطة كده قلبتهم بشكل عشوائي، بعدين صبيت الخليط في الطبق، وبصراحة النتيجة ما طلعتش زي ما انا عايزة بالظبط. يعني الذهبي ما كانش باين قوي، اتركز قوي في نص القالب ومفيش حاجة على الاطراف او من بره، بس حليت الموضوع ده في الاخر. بعد ما نصب الخليط نحط اي حاجة اصغر من الطبق بتاعنا عشان اعمل التجويف اللي هنحط فيه الصفاية. وبعد تلت ساعة تقريبا طلعته من القالب. شايفين بقى لون الذهبي قليل قوي ازاي؟ المهم انا استخدمت صفاية عادية بتاعت الحوض، وكده القطعة دي بقت جاهزة. استخدمت نفس الطبق تاني وعملت الخليط تاني بنفس الطريقة وصبيته في الطبق، حطيت جواه حاجة اكبر شوية من اللي فاتت، وبرده لما الجبس تماسك خرجته من القالب. هتبقى مبخرة بغطاها كده. في الوقت ده انا عملت نقط بسيطة قوي باللون الذهبي من بره ومسحته بمنديل، فطلع بالشكل ده كده. بعد كده هناخد الغطا ده ونقعد نعمل فيه فتحات بقى كتير قوي. بنعمل الخطوة دي بعد ما نخرجه من القالب على طول، مش بنستناه ينشف ولا حاجة. انا عارفة انكم مش عايزين تعملوا فتحات كتير قوي كده، بس ده ضروري عشان خاطر يدخل هوا للفحم وما يطفيش. وكده نقدر نقول ان احنا خلصنا. بعد الخطوات دي كلها المفروض نستناها تنشف تماما، بس انا كنت متحمسة وحبيت اجربها معاكم فما استنيتهاش تنشف. حطيت الفحم والبخور وقفلت عليه، ودي احلى حاجة في الموضوع ان هي بغطا. النوع ده من البخور كان بيفرقع كده وما ينفعش اشغله اصلا، كان بيبهدل الدنيا، بس المبخرة دي سيطرت على الوضع كله. ده غير ان بجد شكلها خطير قوي والدخان طالع من الفتحات دي. تحفة وبسيطة قوي وسهلة، لازم تجربوها.